انطرد منكم 3 لعيبه تتوقف المباراه، اسمه طرد مش تبقى فقط إلى 5 دقائق باقية من نهاية المباراة، وبطاقة حمراء. بطاقة حمراء، لا هي صفراء أحمد عطيف. حمراء فعلا، كارت وطرد للاعب نادي الشباب أحمد عطيف. حنشوف العرض البطيء للعبة. قتلت انتهت. الشباب انهى كل شيء في المباراة، انهى مباراة الذهاب والاياب دفعة واحدة، دفعة واحدة، ليس تقليلا، لكن المهمة لن اقول مستحيلة، بل اصعب من مستحيلة واكبر من مستحيلة بالنسبة للنادي الاهلي بمشاكل بظروفه، ليس تقليلا من النادي الاهلي، لكنها نتيجة كبيرة وكبيرة للغاية. هنا هو لديه بطاقة صفراء، هو اخذ الماء لارضية الملعب، ثم حدث الحديث لاحمد عطيف، ثم بطاقة صفراء سابقة، بعد ذلك بطاقة حمراء. قرار سليم لحكم اللقاء السيد عبد الرحمن العمري.
ابراهيم هزازي حكم اللقاء يريد استئناف. يطلق النهاية، يطلق نهاية المباراة في الدقيقة رقم 44. في الدقيقة رقم 44 عبد الرحمن العمري يطلق نهاية المباراة. في من الفريق الأهلاوي فضل الحديث وتبريرات ما بعد المباراة باستثناء الكاتب الصحفي الأهلاوي الأستاذ أحمد الشمراني. أستاذ أحمد، ما الذي حدث في المباراة؟ يا أخي إن قلنا مهزلة هي كذلك، إن قلنا كارثة هي كذلك، إن قلنا تلطيف. من أجل النادي الأهلي ومن أجل سمعة النادي الأهلي هل ينسحب لاعبو الأهلي بهذه الطريقة أستاذ أحمد الشمراني؟ كيف؟ من أجل الأهلي ومن أجل كيان الأهلي ينسحب الأهلي بهذه الطريقة؟ للأسف الشديد اللي بيحدث للأهلي مأساة. جمهور الأهلي هو اللي بيتحمل هذه المأساة. ردة الفعل اليوم قرأتها على وجوه جماهير الأهلي، اللي يبكي، اللي ما هو مصدق، اللي في حالة هستيريا، إلى درجة أنه للأسف الشديد لاحظت بعض الأهلاويين يستلطفوا الأستاذ خالد البلطان على اساس يكلم الفريق لا يسجل في الاهلي. وصل الاهلي لمرحله انه يستجدي الاخرين، وصل الاهلي لمرحله انه يبحث عن 3 كروت 4 كروت في سبيل انها ما تستكمل المباراه. اللي حدث اليوم اهانه لتاريخ الاهلي، من تسبب فيها لابد ان يردع، اذا ما بتردع اعضاء الشرف سيتم ردعه من خلال جمهور الاهلي. غدا اجتماع اعضاء شرف النادي الاهلي، كجماهير اهلاويه وككاتب صحفي اهلاوي وش تتوقع من الاجتماع بكره؟ والله الاجتماع اذا ما اطلع بدوره وقدم الروشتة الحقيقية الأهلاويين لن يقبلوا نتائجه الأهلاويين. شكرا لك أستاذ أحمد. العفو. شكرا أستاذ أحمد الشمراني. انتقل إلى الجانب الآخر. أبو الوليد، أنت حدثنا عن طريقة الانسحاب بالنسبة للفريق الأهلاوي، كنت تتمناها؟ لا والله ما كنت أتمناها الأهلي، لأنها كبيرة بحق نادي الأهلي، فريق كبير، فريق عريق، فريق من أعرق أندية المملكة. ما كنت أحبها أنا بشكل شخصي، لكن هذا طبعا وقرار لإدارة الأهلي هي الأحق بالتعليق على هذا الموضوع. جماهير النادي الأهلي اتجهت إلى الأستاذ خالد البلطان، طلبت منك طلب، ايش طلبت؟ ما أبدا، باركت لي فقط. الأستاذ أحمد الشمراني ذكر بأن الجماهير الأهلاوية اتجهت إلى الأستاذ خالد البلطان وطلبت من الأستاذ خالد البلطان بأنه يخف على النادي الأهلي. يعني هذه مداعبات من الجماهير، قالوا أرجوكم توقف كذا، لكن طبعا هذه جماهير ما تحسب على النادي الأهلي، ما تحسب أقصد على كيانه، يعني هي شعور داخلي. تعرف بعد الستة أكيد الجماهير تفرز أشياء.